السلام عليكم. معكم نبيل عبد القادر من ناسا سوفت. اليوم سأشرح لكم أهم مكونات الموجودة في محرر الامتحانات، يعني الأيقونات. ما هو عمل هذه الأيقونات؟ أول أيقونة اللي هي الزر العايم الموجود في أسفل الصفحة، وهو الأهم، الذي هو إضافة سؤال جديد. فمثلا أنا منشئ هنا السؤال الأول والسؤال الثاني، أريد إنشاء سؤال ثالث. طبعا تعلمنا بالفيديو السابق كيف نضيف فقرة إلى نفس السؤال، لكن إذا أريد أضيف سؤال كامل مختلف أضغط على الزر العام الموجود في الأسفل. فسنقول هنا لكتابة السؤال الجديد. طيب، نعمل حفظ، نرجع. أنشأنا السؤال الثالث. طبعا لإضافة فقرة ننقر مطولا على الفقرة السابقة، ثم نضيف كأن تحت أو في اليمين أو في اليسار. هذا شرحنا في فيديو مستقل. هذا بالنسبة للزر العام الموجود في الأسفل في التحديث الجديد. طبعا الأيقونات الموجودة في الأعلى، معك أيقونات المشاركة ثنتين، هذه والبي دي اف. هذه العرض البي دي اف بهذا الشكل. عندما أنقر عليه أحدد مثلا الصفحة الأولى وأعرضها في أي وقت أريد عرضها. الأفضل إنه أفتحها بالدرايف، أفتح البي دي اف في تطبيق آخر. الدرايف على طول بيكون الدرايف فعال ويجيب نتيجة ممتازة جدا. هكذا بهذا الشكل للاطلاع على الامتحان أو للتوجيه من هنا للطابعة مباشرة، للطباعة أو إرساله عبر أي وسيلة إرسال. طيب، نعمل رجوع. الزر اللي بعده للمشاركة، عندما أنقر عليه بنفس الطريقة أنشأت بنفس الطريقة السابقة، لكن هذا الزر حق المشاركة يمكنك من مشاركة الواتساب، مشاركة الامتحان إلى الواتساب. طيب، الزر الثالث وهو زر مهم جدا، اللي هو السايز أو الحجم، تحجيم الصفحة، حجم الصفحة أو حجم العرض. يعني ألاحظ أغلب المشاكل عند المستخدمين مثلا يجيه الاختبار بهذا الشكل. هذا الشكل غير صالح للامتحان. ليش؟ بس احنا وضعنا حلول، وهذه يعني مش مشكلة أصلا، ما هي مشكلة، لأن جميع الخيارات متاحة. فأنت اختار الحجم اللي تريد للعرض على ما يتناسب في جوالك. فمثلا القيمة 1000 ما تناسبت مع الجوال اللي عندي مثل ما احنا ملاحظين. انتقل مثلا إلى 1250. بالنسبة للجوال اللي اشرح عليه ما ناسبت، يعني عادة لو كتبت هنا المحافظة وهذا بيتشوه. فبالتالي أرفع إلى 1550. بالنسبة لي الآن جاهز، لكن في بعض الجوالات أحيانا تضطر إلى ترفع إلى قيم كبيرة جدا، أكثر من 2200. إذا هذا حجم العرض داخل الجوال حتى يتناسب العرض مع الامتحان. طبعا اللي يناسب جوالي مثلا 1600 هكذا مناسب. تمام. طيب، إذا عرفنا الثلاثة الأزرار الموجودة في الأعلى، باقي عرض التكبير، وهذا مهم جدا في حالة الكتابة بالجوال، لأن الجوال صغير الشاشة وبالتالي اضطر إلى التكبير. التكبير لمعاينة من داخل التطبيق نفسه بهذا الشكل، أعاين الامتحان الذي كتبته. طيب، معك زر طبعا سأتجاوز الإعدادات لأن الإعدادات طويلة الشرح. أشرح إضافة الخلفيات. طبعا هذا لمن يريد إنه يعمل خلفية، أي خلفية معنا. أضفنا عدد من الخلفيات المعدة مسبقا، لكن ما أعتقدش إن أحد بيستخدمها في حالة الامتحانات إلا قليل، لأنه امتحان، وبالتالي يختار أول واحدة اللي هي الفاضي بيضة هذه، وسيظهر لك يعني صفحة امتحان رسمية. الآن نرجع إلى الزر الأخير، أو قبل أن ندخل في زر الإعدادات، معنا الأزرار الموجودة هنا للتنقل ما بين الصفحات، كما يمكنك التنقل بالسحب ما بين الصفحات بهذا الشكل. طيب، معنا الإعدادات، في معنا عرض يعني هذا الأوامر حق الإعدادات بإمكانك جميعها تعتمد على الإظهار والإخفاء. إظهار وإخفاء الأشياء الموجودة في الصفحة نفسها. فمثلا عرض ترويسة على الصفحة، إذا أنت ما تريد هذه الترويسة اللي هي الجمهور اليمنية وهذا الكلام كله، اعمل له إخفاء ثم اعمل موافق. ستلاحظ اختفت الترويسة الموجودة فيه على الصفحة، لكن
هو امتحان ضروري من الترويسة، وهذا الشكل المتبع. طيب معنا كمان عرض مربع الأسئلة أو أجيب عن الأسئلة اللي هو هذا. بنفس الطريقة تستطيع إظهار وإخفاء، وكذلك رقم الجلوس ممكن تظهره، وفي أمور كثيرة هنا بتكتشفوها أنتو. حتى الإطار المزخرف تستطيع إزالته. الإطار مزخرف للصفحة تستطيع عمل إخفاء. إطار مزخرف للترويسة أو الخلفية المزخرفة حق الترويسة تستطيع إلغائها، وكذلك تعمل تسطير خفيف للصفحة وتعمل موافق. شوف تغير شكل الصفحة بشكل كامل جدا، تغير كل الصفحات مش إلا صفحة واحدة بهذا الشكل. إذن هذا عمل الإعدادات. الإعدادات فيه أمور كثيرة ممكن تطلع عليها. هذا شرح مبسط للأدوات التي ممكن تستخدمها من داخل الامتحان. كمان فقط معي حاجة أشتي أوضحها، إنه ممكن تنقر على هذه الترويسة مثلا تكتب المدرسة، وفي أدوات لتغيير الخط وتغيير كمان حجم الخط إذا تريد تصغره. فمثلا أريد أرجع 15 بهذا الشكل. جميع الأدوات يعني هنا بهذا الشكل، بهذا الشكل يعني تعدل حتى التوازن، حتى كل الأدوات متوفرة. طبعا كل العلامات كل هذه الكلام تستطيع تغييره. هذا ما أردنا شرحه، وفي شروحات كثيرة إن شاء الله هذا الأسبوع، وخليكم معنا حتى تلقوا كل جديد. أهلا وسهلا فيكم.